قبل ما نبلش الفيديو هيدا بتمنى من كل بنت عم تشاهد هيدا الفيديو إذا كان عندك مكياج بتروح بتخبيه بسبع أرض. آخر الفيديو راح تعرفي ليش. سلام للجميع، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير إن شاء الله يا رب. اليوم راح نتناول موضوع مثير للجدل ومثير للنقاش، والكثير من النقاش راح يصير بهيدا الموضوع. في شباب يا جماعة عم يضعوا مكياج على مواقع التواصل الاجتماعي، على التيك توك، على الانستغرام، على اليوتيوب. فلقيت نفسي بتساءل، هل هذا مجرد تعبير عن الذات أم هو محاولة لفت أنظار المجتمع؟ واليوم إن شاء الله راح نحلل بهيدا الفيديو ونناقش كل جوانبه، ونحكي عن الشباب اللي عم تضع مكياج. فأنتوا شو برأيكم؟ بدكم تكملوا معنا الفيديو أم بدكم تروحوا؟ Premiumbeat.com. طبعا بداية الموضوع يا جماعة راح نحكي عن المكياج بشكل عالمي كظاهرة عالمية، ونناقش هاي الظاهرة من منظور تاريخي وثقافي. وهل تعلموا أن استخدام المكياج يا جماعة بين الرجال ليس بالجديد يعني؟ في الحضارات القديمة مثل مصر الفرعونية كان الرجال يضعون الكحل ويضعون الزيوت كجزء من ثقافتهم. طبعا في بعض الأحيان وبعض الثقافات مثل كوريا الجنوبية كان الشباب يضعون المكياج كجزء من حياتهم الطبيعية وشيء طبيعي وليس بجديد يعني. في مرة من المرات كنت عم بشوف فيديو على التيك توك، ووقفت على فيديو يعرض مهارات شاب عم يضع مكياج، فاستغربت الموضوع، شو القصة، شو اللي عم بيصير. كانت التعليقات صدمة يا جماعة، بين ناس مؤيدة وناس مهاجمة. فكرت ليش ما بدي أعمل فيديو عن هذا الموضوع وبحكي عليه بشكل عام. كمان في العالم العربي يا جماعة تقابل هذه الفكرة للرفض، ما حدا بيتقبلها بالعالم العربي، ولا حدا يتقبلها إنه شاب بيوضع مكياج يا جماعة. بس في الفيديوهات الغالبة راح نشوفها، راح نشوف العكس، راح نشوف إنه الشباب عربيين بيحكوا عربي هن عم يوضعوا مكياج يا جماعة. فعلا شيء صادم، وجاهم كتير انتقادات على التعليقات يا جماعة. ولكن دول مثل دول اليابان، مثل دول كوريا الشمالية الجنوبية، المكياج بين الشباب مرتبط بثقافة الجمال والظهور الإعلامي. طبعا أصدقائي خلينا نحلل هيدا الشيء، شو الدوافع وراء هاي الظاهرة؟ هل هو تعبير عن الذات أم تأثير على الإعلام؟ هل الشباب الذين يضعون مكياج اليوم يفعلون ذلك للتعبير عن شخصيتهم وهويتهم، أم أن الإعلام أثر فيهم والمشاهير جعلوا هذا الشيء موضة وأثر في كتير شباب بالوطن العربي؟ مع مشاهير مثل جيمس شارلز الموضوع صار عنده عالمي مربوط بالشهرة والمال، وما دام صار الموضوع شهرة ومال ومشاهدات فكتير عالم راح تقلده أكيد، كتير ما تكسب شوية مشاهدات وشوية مصاري. بس بالنسبة للجانب النفسي يا جماعة، يمكن يكون المكياج طريقة للهروب من قلة الثقة بالنفس. في كتير ناس بتشوف حالها إنها مش حلوة، أو لازم تغير شي بحالها حتى تكسب ثقتها بنفسها قدام العالم، مثل إخفاء العيوب أو تحسين المظهر، تحسين الشكل. مثل ما حكيت لكم، تخيل حدا من أصدقائك يا جماعة جرب يعمل هيدي الشغلة أو يضع مكياج قدامك، شو راح تكون ردة فعلك؟ اكتبنا بالتعليقات. طبعا أصدقائي أنا عم جيب لكم أمثلة حقيقية لحتى نناقشها ونشوفها. طبعا أنا لو ماني شايف هيك فيديوهات على التيك توك أو على الانستغرام ما كنت حكيت بهذا الموضوع. وهي الظاهرة قد تحصل مستقبليا مع كتير عالم. وإذا أنت شايف الموضوع يعني قابل للمناقشة، ناقش معنا في فيديوهات، فيك ترسلنا فيديوهات على الانستغرام، فيك تحلل معنا هذا المواضيع كمان، بحيث إنه نحاول نتخطى هاي الظاهرة ونحاول إنها ما تحصل. طبعا أصدقائي بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي على التيك توك، على اليوتيوب، عم نشوف كتير شباب في كتير فيديوهات عم يعرضوا نفسهم، كيف عم يعرضوا مهاراتهم باستخدام المكياج، وضع المكياج. وأنا عم بتساءل، هل هذا فن أم مجرد لفت انتباه ولفت نظرة المجتمع على إلهم، بحيث إنه يكسبوا شوية مشاهدات وشوية لايكات؟ طبعا يا جماعة مرة شفت فيديو لشاب عربي عم يعمل مكياج، فحصل عليه هجوم كبير كتير من الانتقادات والكلام اللي طالع نازل عليه. فهل كانت الانتقادات عادلة أم فيها مبالغة يا جماعة؟ وأنت شو برأيك؟
أو إذا مررت بتجربة مشابهة أو شاهدت مواقف حقيقية فيك تشاركها معنا على الانستغرام. طبعا بما إنه الموضوع عم نحكي فيه عن المكياج وكيف الشباب عم تستخدم المكياج وكيف عم تنشهر بسبب المكياج، راح نحكي اليوم السلبيات والإيجابيات لهيدا الشيء. طبعا بالنسبة للناحية الإيجابية يا جماعة، في كتير شباب عندهم مهارات كتير فنية ورائعة باستخدام المكياج، بحيث إنه بعضهم عم يشتغلوا بصالونات، بحيث عم يتعلموا من الجامعات، بحيث عم يتعلموا من مراكز مثلا فنية مهنية أي شيء، ويعبروا عن شخصيتهم بطريقة إبداعية. بس مش هيدا اللي عم نشوفه على اليوتيوب وعلى التيك توك، بحيث إنه الشاب عم يتحول من شاب لبنت مثلا، أو عم بيقلد البنات أو يعمل إشياء مثلا ملفتة للأنظار، بحيث إنه الناس عم تتابعه مشان شوية مشاهدات وشوية متابعين. طبعا ممكن يكون المكياج وسيلة لفتح أبواب العمل، هذا شيء إيجابي. يعني مثل ما قلت لكم، مثلا إنه بيشتغل بصالون نسائي أو ما شابه. تمام. طبعا أصدقائي راح نشارك معكم السلبيات كمان بالنسبة لهذا الشيء. بالنسبة للسلبيات يا جماعة، إنه هذا الشيء ما بيتناسب مع مجتمعنا بالوطن العربي. ما بعرف إذا كان هذا الشيء محرم أو لا، فيكم تكتبوا لنا بالتعليقات إذا كان محرم هذا الشيء، إنه الشاب يستعمل مكياج أو بغلب النساء، أو كرمال يطلع حلو، أو من هاي الأمور، أو كرمال يكسب شوية مشاهدات ومتابعين. وهل يمكن يأثر هذا الشيء بشكل سلبي على المراهقين والشباب الصغار اللي قدامهم مستقبلهم، وتشجعهم على تقليد أشياء خارج ثقافتهم ويقلدوا الناس، خصوصي إذا كانوا من الغرب أو إذا كانوا من الشرق. طبعا خلينا نشوف هيدا الفيديو لشاب قاعد عم يعرض مهاراته بالمكياج وكيف عم يقدم نصائح بالمكياج. خلينا نشاهد الفيديو مع بعض ونشوف. تعالوا أعلمكم كيف بنحط برونزر بلاشر وهايلايتر بطريقة كتير سهلة. بالبرونزر بنحدد خط الجبهة، بنطلع بخط موازي ما بين أنا بس بدي أعرف شو إحساس الشاب اللي بيعمل هيك إشياء، فهموني بس. بالمكان من دون ما نطلع ولا ننزل. والهايلايتر يلي حيعطيكم هيدي اللمعة اللي كيف ما ضرب الضي بوجهكم بيكون وجهكم صحي وفيه جلو. ليكوا قد حلو. كل المنتجات اللي استخدمتها من إيسادورا، وعن جد كتير بنصح فيهم وسوبر بيجمنتد. طبعا أصدقائي راح أطرح عليكم بعض الأسئلة بيجاوبوني عليها بالتعليقات بشكل محترم وبشكل ملفت للنظر، بحيث إنه العالم الثاني اللي بتضغط التعليقات يستفاد من تعليقاتكم. هل المكياج يا جماعة يحط من رجولة الشاب، أم أن الرجولة مرتبطة بالشخصية والاحترام وليس بالمظهر؟ مع العلم أن المكياج مقبول في المسارح والأفلام، وليش كل الناس عم بتهاجم الأشخاص اللي بيستخدموا المكياج بشكل يومي وبشكل عادي في أيامهم العادية؟ وين الخط الفاصل بين الحرية الشخصية واحترام العادات والتقاليد الاجتماعية؟ طبعا بالنسبة لي يمكن أنا بتقبل هذا الموضوع إذا كان مثلا شخص مصاب، شخص مثلا في إصابة بالغة مثلا بوجهه ويستحي يطلع قدام العالم بحيث إنه هو يغطي هذا الشيء. طبعا حبايبي خلينا نتعمق بالموضوع أكثر ونشرحه أكثر بحيث إنه توصل الفكرة لكل الناس بشكل مفصل. طبعا أنا شفت بعض التعليقات على التيك توك إنه في شاب حكى وقال إنه المكياج جزء من شخصيته وما يهمه رأي الناس، وأنتم شو رأيكم بهذا الحكي؟ يعني مثلا أنا يمكن أتقبل هيدي الفكرة مثل ما قلت لكم من زاوية معينة، زاوية واحدة فقط، إذا كان الشخص متأذي أو صايبه شيء أو إصابة مثلا بالغة بوجهه أو شيء، وكان يستحي من الناس وكان يحط مكياج مثلا بحيث إنه يخجل من منظره قدام الناس. بس من هيدي الزاوية أنا بتقبل هيدا الشيء. أما بالنسبة خلينا نحكي عن موضوع المشاهير يا جماعة، في ناس تأخذ هيدا الشيء من موضوع الشهرة ومن موضوع المصاري والمال، مثل جيمس تشارلز هيدا الذي يعتبر نفسه من أبرز المؤثرين في عالم المكياج وعالم الموضة. طبعا هو شاب يضع المكياج، حقق شهرة كتير كبيرة ومكاسب كتير كبيرة، فشو الغلط من الشاب العربي إنه يقلده بحيث إنه يكسب شوية مصاري؟ طبعا اكتبوا لنا آراءكم أنتم كمان إذا كان هيدا الشيء مناسب أو لا. طبعا بنفس السياق يا جماعة خلينا نحكي عن نبيتا نجم اليوتيوب الذي اختار أن يظهر مهاراته في المكياج وهو شاب، وحقق أيضا نجاحا كبيرا في مجاله. لكن أيضا هو مجرد فن، أم هذا ارتبط بشكل أساسي بكيفية تسويق نفسه للمجتمع ويكسب مشاهدات ومبالغ عالية من وراء ترويج للإعلانات وشركات المكياج؟ خلينا نحكي بالنسبة للمكياج في الثقافات الأخرى. في بعض الثقافات يا جماعة كان الرجال يضعون المكياج
مثل ما حكيت لكم بشكل أساسي وطبيعي مثلا في الحضارة الفرعونية القديمة. وإذا نظرنا إلى اليابان مثلا أو كوريا الجنوبية نجد أن الهيان، طبعا بلغتهم بيقولوا له الهيان، أما بلغتنا بنحكي له المكياج أو الميك أب، جزء من ثقافتهم المحلية للرجال. وفي بعض الفئات الفنية مثل الممثلين في مسرح الكابوكي حيث يرتدون مكياج خاصا بثقافتهم. بالنسبة لليوتيوب يا جماعة عم نشوف كتير فيديوهات وكتير مشاهير وكتير تحديات على اليوتيوب وفلوجات من المشاهير عم يعملوها، مثلا تحديات المكياج بين الشباب، مثلا تحدي المكياج بدون مرايا، تحدي وضع المكياج في 5 دقائق. تخيلوا يا جماعة، وهل الشباب ينظرون إلى المكياج كوسيلة متعة فقط أم أنهم يسعون للتأثير على المجتمع، وخصوصا يعني يأثروا على المجتمع العربي من خلال الفيديوهات اللي شفناها وعرضنا لكم إياها قبل شوي. طبعا بالنسبة للتحولات في النظرة المجتمعية راح نحكي كيف كان بالبداية هذا الموضوع، كيف صار هلا والوقت الحالي، كيف راح يصير بالمستقبل القريب اللي خايفين منه وراح نحاربه إن شاء الله وما راح يصير إن شاء الله. كان في البداية يا جماعة كان بس الشاب يحط مكياج أو يضع مثلا مكياج أو شيء يتعرض لهجوم كتير واسع وانتقادات واسعة لاذعة من المجتمع، لكن مع زيادة الانتشار على الانترنت للأسف بدأ بعض المجتمعات تتقبل هاي الفكرة بشكل أكبر، وهذا الموضوع عم بيصير تدريجي. وفي كتير ناس مثلا بالوطن العربي يمكن عم تتقبل هيدا الموضوع وما عم تحكي عنه. ما بعرف شو اللي عم بيصير مع العالم، فهموني بس أنا بس بدي أعرف شو إحساس الشاب لما مثلا بيحط مكياج أو يحط مثلا حمرة شفاه أو يحط مثلا العيون أو أي شيء. ما بعرف شو بدي احكي لكم انا بس والله. اصدقائي بنهاية الفيديو راح نحكي عن هذا القسم اللي جدا جدا مهم، وخلينا نحكي عن تأثير صناعة الجمال على الشباب، الجانب التجاري للصناعة. طبعا في يوم من الايام يا جماعة فكرتوا هذا التفكير كيف راح تأثر شركات المكياج على الشباب في اعلانات المكياج. دائما ما نرى صور للشباب يقومون بترويج المكياج كجزء من حياتهم اليومية، وهذه الإعلانات هل تجعل الشباب يشعرون بأنهم يجب أن يتبعوا هذه الموضة، أم هل الشركات مسؤولة عن تشجيع هذه الظاهرة، أم أن الشباب هم من يسعون وراء هذه المنتجات بهدف التعبير عن أنفسهم، أم كرمال يكسبوا مشاهدات، أم كرمال يحصلوا على مصاري مثلا من خلال إعلاناتهم لهذه الشركة. والله أعلم، الله يسترنا من المستقبل، وإن شاء الله قدر الإمكان راح نحارب هيدا الشيء وما راح يصير إن شاء الله، خصوصي بالوطن العربي. ووصلنا نهاية حلقتنا، اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات، وفيكم تتابعونا على الانستغرام. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وانتظروا فيديوهاتنا الجديدة واقترحوا لنا محتوى قد ما فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.